نرجع تاني واحنا معانا ضيفنا طبعا الشاعر سامح المصري. سامح، كتبت حاجة خلال الفترة الماضية والأحداث؟ هو انا كتبت كتير، بس اللي انا عايز اقوله أنا عايزة دلوقتي. إن حاجة في الأحداث اللي احنا فيها والدنيا الجميلة اللي احنا فيها في آه، الفترة، وهي ما اقدرش أقول حاجة غير إنها نقول ربنا بس يعديها على خير إن شاء الله. هو ممكن اقول مستنيك يلي كتبت عليا سكوتي، مستنيك يلي حكمت عليا بموتي، مستنيك يلي رصاصتك جت في عيني. اسف جدا اني خلاص ما بقتش هشوف، لكن برضو مستنيك. برضو انا اسف، اسف جدا لو طرطشت الدم تضايقك، او خايف تتوسخ رجلك، او حتى بدلة ما عليك وهنزعج الست مراتك ونخليها تدعى عليك. لا بالله، لا بالله ما تتعب روحك. انا جاي لك خليك في مكانك، ده ما فيش فرق ما بينه وبينك. اصل انا مصري، اصل انا مصري جريء من يومي، اصل وفصل وطبع ورسمي. اصل انا مصري كمان شرقاوي، مثل الاعلى البطل عرابي. كلمة وقالها زمان في الماضي، ابن في سور السجن وعلي، بكرة الثورة تشيل ما تخلي. ايوه بقولها، احنا في ثورة، لكن ثورة دايرة وبايرة. امتى هتيجي اليوم وتحبل من غير راجل زي العذرة؟ تحبل معنى، تحبل فكرة، تحبل شمس النور البكرة. برضه انا اسف اني بقولها، انا متشائم. اصل فتحت الباب بايدي، شفت الواهم، شفت الطاغي، شفت القاسم، شفت رسالة كان عنوانها بكرة جاي الفرعون القادم، بكرة جاي الفرعون القادم. يعني سامح، وانت شاعر بتطلعوا حاجاتكم دي كلها فين؟ هل ليكوا ندوات في محافظة الشرقية؟ هل بتقدروا تعملوا في صالونات ثقافية؟ انتوا كشباب بتطلعوا كل الأحاسيس والكلام الجميل والمشاعر الجميلة دي، بتجتمعوا مع بعض؟ ليكوا رابطة قاعدين مع بعض؟ ليكوا صالون ثقافي بيجمعكوا؟ ايه اللي بيحصل مثلا في الشرقية؟ حضرتك محافظة شرقية، طبعا المتنفس الوحيد هو قصر الثقافة. أنا بالنسبة لي بطلق عليه مقبرة المبدعين أو مقبرة ليه ده احنا الموهوبين. بنتمنى في بورسعيد يكون عندنا، لان اصل الثقافه بتاعنا بقاله سنين ما اتطورش، ولا حد جه جنبه ولا حاجه خالص وخلاص يعني. للأسف يعني مش هقول القائمين عليه، لكن ممكن احنا ما بنقدرش نوصل، ان احنا بالفعل متواجدين بشكل دائم كل يوم اتنين في النادي الأدبي في قصر الثقافة، لكن أنا مش شايف إن في جديد. علشان كده احنا فكرنا إنها هنعمل إن شاء الله بشكل دائم حاجة زي فن الميدان، هتكون موجودة في محافظة الشرقية نهاية كل شهر، كل يوم خميس من نهاية كل شهر. ده هنعملها في الشارع وسط الناس. تمام، هيكون فيها جميع الفنون من رسم لغنى لتمثيل. ونأمل ان شاء الله ان هي الفكره تنجح يعني باذن الله، وهنبقى ندعيكم ان شاء الله في اول مهرجان لينا تبقى ان تغطوه باذن شاء الله الله رب طبعا، ده العالمين. شيء جميل جدا وجميل جدا بالنسبه للشباب.